السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. الفيديو الأخير معانا من سلسلة فيديوهات ازاي تحسب أسعار شركة انجلندر بسهولة جدا بطريقة المتر المربع. الفيديو رقم 18 معانا، وهو موديل بريليانت ارتفاع المرتبة 38 سنتي. الحقيقة هنعمل لكم ان شاء الله بعد كده هنعمل فيديوهات تانية عن بقية موديلات شركة يانسن، لكن ده الأخير في موديلات انجلندر. موديل بريليانت هو اعلى موديلات شركه انجلندر، ومن اسمه بريليانت يعني شيء عبقري او شيء الحقيقه مبدع، وهو فعلا بريليانت على اسمه، هو اسم على مسمى. المرتبه ارتفاعها 38 سم، اعتقد ان حضرتك ممكن تحطها على الارض، مش محتاجه مرتبه، مش محتاجه سرير. مرتبه عاليه جدا طبعا، مرتبه تعمل على وجه واحد، لكن في الحاله دي احنا عندنا كل حاجه موجوده في المرتبه او ممكن تتحط في مرتبه. عندنا سوست منفصله ارتفاعين زي موديل اللولا اللي فات، مايكرو سوست منفصله، ومايكرو بوكيت او سوست عاليه، المقاس العادي المتعارف عليه، اللي بتقدم دعم متناسق لكل انحاء الجسم بتاع حضرتك. زي ما حضراتكم عارفين ان الجسم بيبقى ليه انحناءات معينه معموله للجسم، وبالتالي الجزء اللي محتاج دعم اقل هيبقى فيه سوست منفصله مايكرو، والجزء اللي محتاج دعم اعلى هيبقى فيه سوست المنفصله العاليه. في سوست منفصله متناسقه مع انحناءات الجسم كلها، وبالتالي بتقدم دعم مثالي. المفاجاه هنا كمان اللي احنا عندنا طبقه لاتكس وطبقه ميموري فوم مع بعض. يعني طبقه اللاتكس اللي بتقدم دعم مثالي وبريذابل وتتنفس وما بتتاثرش بالحراره نهائي، بتقدم اعلى حاجه في العالم. ومعاها طبقه الميموري فوم اللي بتقدم احساس سوفت. يعني الاثنين مع بعض بيقدموا خلطه الحقيقه رفاهيه عاليه جدا جدا جدا. مرتبه زي ما بنقول يعتبر اقرب حاجه للمثاليه. مرتبه هايله جدا جدا جدا. طبعا السعر عالي لكن تستحق طبعا، لان فيها خامات وجهد مبذول جامد جدا. بسهوله جدا بطريقه حساب المتر مربع، كل اللي انا هعمله ان انا هجيب حاصل ضرب الطول في العرض في سعر المتر مربع العادي او المخصوص، يطلع سعر المرتبه النهائي. المقاسات العاديه او عرض المرتبه المتعارف عليه او المقاسات العاديه معانا هي 90 متر، 120، 140، 150، 160، 170، 180 مترين. والاطوال العاديه اللي هي 190 او 195 او مترين، وفي كل الحالات هكتب مترين عشان الناتج يطلع معايا مظبوط. هنفترض مع بعض ان عرض المرتبه 120 سم، لكن حضرتك تقدر تستبدل 120 باي مقاس عند حضرتك، تحصل برضو على الناتج النهائي بسهوله جدا لسعر المرتبه النهائي. 120 سم في العرض في حاصل، عشان احسبها 120 سم في العرض في حاصل ضرب 120 اللي هي العرض في الطول اللي هو 190 او 195 او مترين، وفي كل الحالات هكتب مترين. في سعر المتر مربع العادي في الحاله دي في موديل بريليانت اللي هو 5335، يطلع لي سعر المتر المرتبة النهائي التقريبي اللي هو 12800. طيب لو أنا عندي المرتبة مقاس مخصوص، يعني المرتبة عرضها 165 155 175 إلخ وهكذا، كل اللي أنا هعمله إن أنا هستبدل سعر المتر المربع العادي بسعر المتر المخصوص اللي هو في الحالة دي هيبقى 5865. وأيضا هتخيلوا مثلا لو هو 165 يبقى هجيب سعر المرتبة بسهولة عن طريق إن أنا أجيب حاصل ضرب العرض اللي هو 165 أو أيا كان مقاس مخصوص في الطول اللي هو مترين او 190 او 195، هكتب مترين في كل الحالات في سعر المتر مربع المخصوص في الحاله دي اللي هو 5865، يطلع لي سعر المرتبه النهائي بسهوله جدا. كده اقدر اجيب سعر اي مرتبه ايا كان، لو حتى عادي مخصوص. طبعا ما ننساش ان لو في مرتبه فارما او فيها كيرف او انحناء، ده كمان بيتضاف عليها فلوس اكتر. ده في الحاله دي حضرتك تقدر تتواصل معانا ونقدر نقول لحضرتك ازاي تحسبها وسعرها كام بالظبط. كده ده معانا يعتبر اخر موديلات شركه انجلندر واعلاهم. لو حضرتك عايز تسال على اي حاجه او اي سؤال، تقدر حضرتك تتصل بينا على الارقام اللي موجوده على صفحتنا على اليوتيوب او على الفيسبوك، واحنا ان شاء الله نسعد دائما بزيارتكم والرد على استفساراتكم. شكرا لحضراتكم، نراكم قريبا. السلام عليكم.